مساء الخير، أو يمكن مساء الحنين. أنا مروة، ومن هنا من شباك قديم بنطل سوا على حكايات لسه عايشة جوانا، على أيام كانت أبسط. هنا مش بنحكي علشان نفتكر وبس، لكن علشان ما ننساش إحساس كان يشبهنا. من شباك قديم مش مجرد برنامج، هنا لحظة هدوء وسط الزحمة، وشباك صغير بنطل منه على حكايات ما بتموتش بس بتستخبى جوانا لحد ما ننادي عليها. في كل حلقة هنمشي سوا في ذكرى أو إحساس أو موقف بسيط كان في يوم جزء من حياتنا ولسه سايب أثره لحد دلوقتي. ممكن نضحك، ممكن نفتكر، ممكن نقرب أكتر من نفسنا من غير ما نحس، ونسأل نفسنا أسئلة يمكن بقالنا سنين ما سألناهاش. لو جاهزين هاتوا معاكم كوباية شاي وافتحوا الشباك معايا، وخلونا نسمع الحكاية من أول وجديد. معاكم مروة، وده برنامج من شباك قديم. الشوارع والبيوت والخطوة بتشق السكوت، وحدي وذكرى حب ضاع، وحدي وذكرى حب ضاع، بيطل من شباك قديم، بيطل من شباك قديم. بصراحة كده أنا طول اليوم بفكر أبدأ الحلقة بإيه وأقول إيه لكل اللي هيسمعني، وبعدين اكتشفت إن أحلى بداية هي إننا نتكلم ببساطة من غير تكلف ولا كلام كبير، كأننا قاعدين فعلا في بلكونة قديمة والدنيا أهدى شوية. عارفين، أنا عندي إحساس إن كل واحد فينا شايل جواه نسخة قديمة منه، نسخة أهدى وأخف ويمكن أقرب لقلبه، نسخة كانت تفرح بحاجات بسيطة جدا، ريحة أكلة، فيلم قديم، لمة عيلة، أو حتى صوت الراديو بالليل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اعترافات ليلية. يمكن علشان كده أول ما نسمع صوت مذيع قديم أو تتر مسلسل من زمان نحس إن فيه إحساس قديم بيرجع يعيش جوانا من تاني. إحساس يمكن الدنيا السريعة دي خدتنا منه شوية. وعلى فكرة، أنا مش جاية أقول إن زمان كان مدينة فاضلة أو كل حاجة فيه كانت كاملة، أكيد لأ، بس يمكن كان فيه وقت أكتر، وقت للونس والحكايات والقعدة اللي ملهاش هدف غير إن الناس تكون مع بعض. فاكرين زمان لما الكهرباء كانت تقطع؟ دلوقتي بنتعصب، لكن زمان كنا نقعد نحكي. أي حاجة كانت تتحول لحكاية. وأنا عايزة أقول لكم حاجة من البداية، البرنامج ده مش برنامجي لوحدي، ده لينا كلنا،
يعني عادي جدا تلاقوا حلقة طالعة من كومنت حد فيكم، أو ذكرى، أو سؤال حد كتبه بالصدفة. وعلشان كده أنا فكرت أعمل البرنامج ده، علشان الحكايات اللي شبهنا، الحاجات البسيطة اللي عدت علينا وسابت جوانا أثر، الضحكة اللي عدت بسرعة، البيوت اللي كان فيها روح، الأغاني اللي عاشت معانا، والمشاعر اللي بنجري منها أوقات. وأتمنى فعلا إن كل حد يسمعنا هنا يحس إن وسط ناس شبهه، ناس بتحب الحكايات والتفاصيل الصغيرة والإحساس اللي بقى نادر شوية. وعلى سيرة الحكايات، أنا عندي سؤال مهم جدا ليكم الليلة. إيه أكتر حاجة مجرد ما تفتكروها تحسوا إن روحكم ارتاحت شوية؟ مكان، شخص، ريحة، أغنية، ولا وقت معين من عمركم؟ احكولي، يمكن وسط الحكايات نلاقي أجزاء حلوة مننا لسه عايشة. أول ما الحلوة فتحت شباكها، فتحت باب قلبي للشوق طوالي. وفي آخر الحكاية يمكن الزمن بيتغير، لكن بعض المشاعر يفضل مكانها ثابت جوانا. كنت معاكم مروة حامد، ومن شباك قديم خليكم دايما فاكرين إن بعض الحكايات عمرها ما بتقفل شبابيكها. تصبحوا على حكاية حلوة وعلى قلب لسه يعرف يحن.